Le ministre de la Culture, M. Azdine Mihoubi, a indiqué samedi à Tizi Ouzou qu'il y a lieu de rendre nationale la prochaine édition du Festival du Tapis d'Et Hichem, avant de donner le coup d'envoi de la 6e édition à la Maison de la Culture Mouloud Mamri. Il a fait la promesse également de la réalisation d'un musée du tapis à Et Hichem, un village de la commune d'Et Yahya. Dans son intervention devant les participants au festival, M. Mihoubi a indiqué que la culture amazigh est la couronne, tej en arabe, de la culture algérienne, appelant les associations culturelles locales à travailler pour la préservation de l'authenticité algérienne dans toutes ses dimensions. L'ombre d'Ould Ali El-Hadi a plané sur la cérémonie. Tour à tour, le commissaire du festival et le ministre de la Culture, qui était accompagné de la secrétaire d'État chargée de l'artisanat, ont rendu hommage à celui qui est devenu ministre de la Jeunesse et des Sports depuis le dernier remaniement. دونك سينا كان كريم معليش لديه يحضر معنا زميلا واخا ناضل الى certains hommes naissent grands, d'autres le deviennent. Donc c'est un grand homme qui nous a accompagnés. Pour la première fois, il n'est pas parmi nous. Et je lui souhaite une grande réussite dans sa vie quotidienne. هذه ستجري فعاليته من 22 إلى غاية 26 أوت 2015 بدار الثقافة. شكرا جزيلا. لولاية تيزي وزو. الدليل وكيل اسمك أريدينس وسنترى راعية بالموين. أهلا وسهلا بمعالي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية لدى وزارة تهيئة الإقليم السياحة. الثقافة الأمازيغية ركن أساسي في الثقافة الجزائرية، بل لا يمكن أن نتحدث عن ثقافة جزائرية وطنية دون ثقافة أمازيغية أصيلة مرتبطة بشكل يعني دائم ومستمر، بل إنها هي التي تمثل التاج في هذه الثقافة الوطنية. لهذا إن هذا المهرجان ما لازمش يبقى مهرجان محلي، لازمنا نوسعوا فيه شوي، لأن فنقول لكم فكروا في أن الطبعة القادمة الطبعة السابعة خليوها طبعة وطنية. وخليوا أنكم تشركوا معاكم بعض مناطق الوطن اللي تنتج الزربية باش يظهر التميز نتاع هذه الزربية في أشكال أخرى، يعني زربية بابان وزربيات مناطق أخرى في الوطن، لأن هذا التنوع هذا هو هذه الجزائر. الجزائر هكذا خلقها ربي متنوعة في كل شيء، في ثقافتها، في لغتها، في تراثها، في كل شيء. هذا التنوع هو اللي خلى عندنا هذه القوة اللي نعتز بها، هذه اللي يسموها القوة الناعمة. هذه القوة الناعمة هذه أولا الذي اللي تحمي، هذه اللي تزيد في الوحدة نتاعنا وفي التضامن نتاعنا وفي المحبة نتاعنا وفي وجودنا أننا دائما كما قال الآخر نرفدوا بعضنا، هذا يرفد هذا هو الواجب نتاعنا، هذه هي المسؤولية نتاعنا. ثم سمعت قبل قليل أنه فيه فكرة متحف. نعم، سيكون لآية هشام متحف خاص به، وسيكون هذا المتحف متحف
ذاكرة حقيقية، لأن آية هشام وغيرها قاوموا النسيان وحافظوا على الذاكرة. قاوموا النسيان لأن ممكن الجيل الحالي تديه الأهواء نحو أشياء أخرى، لكن أمثال هذه السيدة الفاضلة وغيرها من السيدات اللي كنت نشوف فيهم وأنا أحييهم، هم اللي راهم يعطيوا القوة للجيل هذا ويقولوا له هذا هو الأصل يجب أن تحافظ عليه. فبالتالي المتحف سيكون وسنتابع عملية تهيئته ونحضر إن شاء الله وندشنوه في فرحة كبيرة كما اليوم. وأعلن عن افتتاح هذا المهرجان، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا معالي الوزير. معالي الوزير حضوركم معنا حفل الافتتاح الرسمي لطبعة المحلي لزربية أديشم. شكرا. التفلوي سي ديردن سي كازوغن سي غورفد نتظرع. Non, non, c'est la même. تزربيت تا كي تزربيت كي تطبيت طب يسكم بالقسم محمد السعيد سكتي زوزو.